انت لسه بتستخدمي المرقه بتاعت الدجاج حتى بعد ما سمعتي عنها كل الكلام ده؟ طيب تعالى اقول لك على حاجه نعملها في البيت، بس اعمل لنا لايك للفيديو وسيب عشان لما تحتاجي له توصلي له تاني. مع بعض معلقه صغيره من الملح وكمون، يستحسن ان يكون كمون اخضر بلدي. هنجيب نص معلقه صغيره، ونجيب نص معلقه من الكركم، كركم يكون مميز واللون بتاعه يكون طبيعي. ونجيب فلفل اسود ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، رشه صغيره قوي من القرفه، 2 حبهان ونكسرهم، ويستحسن ان احنا نطحنهم طبعا مع المكونات دي. ونجيب ورقه واحده من ورق اللوري، توم باودر وبصل باودر نص معلقه ونص معلقه من الاثنين دول. وكمان لازم نركز ان التوم والبصل يكون لونهم مصفر، ما يبقاش لونهم ابيض شاهق، علشان ده مش بصل باودر وتوم باودر طبيعيين. الحاجه دي كلها هنطحنها مع بعض ونبتدي ان احنا نستخدمها. دي بتكفي لا كامله بمعنى اصح، كلها عاملاها في البيت بهارات طبيعيه. ولو عايزه المكونات دي كلها هتلاقيها جوه باقه مكونه من 17 كيس بهارات مميزه اللي احنا بنتكلم عليها. عندنا في الباقه بتاعه التوابل بتاعه الطنطي هتلاقي كل الاصناف المميزه. احنا في نوفا تريد بنقدم لك كل ما هو مميز ومختلف من المواد الغذائيه والمنتجات اللي محتاجاها لبيتك. فما تنسيش تعمل لنا متابعه. انا احمد شاكر بقدم لك محتوى عن التوابل والمواد الغذائيه.